انت تعبير الاخوان دلوقتي، ما استخدمتش تعبير الاخوان، حد يعني ما استخدمتش تعبير الاخوان، لان انت وانت موجود انا قلت عليك بوضوح وانت تعرف ذلك يقينا، لان حضرتك موجود ان انت لم تكن يوما من دعاة الثوره التي كانت تتداعى نداءاتها واصدائها ومبادراتها منذ عام 2004. لا بعد اذن حضرتك، طب ثواني، في اي وقت نقطه بعد واي حديث اخر نقطه محتاج اثبات، نقطه اثبت لي نقطه بعد اذن حضرتك. نقطه، اتفضل. انا لا ادافع عن صفوت حجازي جميل ابتداء، عظيم، لكن انا بأقرر كلام. حضرتك لك اسلوب في التغيير، ايوه، وانا لي اسلوب في التغيير. لم يكن الثوره ثواني ولا الدعوه اليه. ثواني حضرتك، ليس شرطا ان يكون اسلوبي في التغيير هو الثوره الشعبيه او الثوره الجماهيريه. ما خلاص بعد اذن حضرتك، لكن رجل اللي حصل هو الثوره. حضرتك رجل لك قدرات خاصه ولك امكانيات خاصه ولك نظره خاصه. جميل. وتوقعت ورأيت ان هناك ثوره ستحدث. جميل، يبقى ما شققت الصدر. جميل جدا، جميل جدا. انا رجل لم اكن اتوقع، وبقول الكلام على الهواء، انا لم اكن اتوقع في يوم من الايام ان تكون هناك ثوره في مصر. جميل. وأنا لم أتوقع في يوم من الأيام أن أشارك في ثورة. جميل. أنا لم أتوقع في يوم من الأيام أن أحمل على كتف أحد واهتف يسقط مبارك ولا ما يسقطش مبارك. لم أتوقع هذا إطلاقا، ولم أحلم بهذا إطلاقا، ولم أخطط بهذا إطلاقا. لكن أنا رجل وطني ولا لست رجل وطني؟ هنا بقى دخلنا في منطقة تانية. بعد إذن أنا رجل كنت معارض. دخلنا في منطقة تانية. أنا رجل معارض للنظام ولا لم أكن معارضا للنظام؟ أنا رجل سجنت واعتقلت وعذبت ولا لم يحدث ذلك؟ أنا رجل عندي قضايا أمن دولة ولا لا؟ أنا رجل كنت أقول الحق في حين أن الكثيرين لم يكونوا يقولونه ولا لا؟ لكن لي أسلوبي. جميل. لي أسلوبي وطريقتي في المعارضة وفي التعبير عن غضبي وفي التعبير عن الحق. هذا الإيضاح يختلف. جميل. ممكن نرجع للموضوع. أنا ما قلت